ايه مرموش في مانشستر سيتي كده. طب وايه مش عايزين نشوف الكلام ده مع المنتخب؟ لا ما تقوليش عايز اشوف ايوه الكلام عايزين نشوف ده. الكلام ده بص مع المنتخب. بالراحه كده بقى ثانيه واحدة. بتقول لي منتخب، بقول لك في مانشستر سيتي. يا عم وعلى عيني وعلى راسي. ماشي عارف يعني وحاجه ماشي. حلوه. عارف مين اختاره ولا مش عارف؟ ورايح لاحسن مدرب في ايوه العالم. عارفه يعني اللي اختاروا مين وكده. ايوه رايح لاحسن مدرب في العالم. قول لي الكلام ده في تطوير ولا مفيش تطوير؟ اتطور اهو. لا لما سيبك بقى من الكلام الفاضي ده الدوري الالماني والاونطه دي. الدوري الالماني اونطه؟ طبعا يا كابتن بس انت دلوقتي كابتن. مش في استنى بس اسمع بس اصل انا سابقكم بمراحل. اسمع اللي بقول لك عليه. ما هو الراجل سابقك بقى هو بمراحل خالص اهو. لا يا حبيبي ده الكلام بتاعكم ده كان من 3 سنين ايام ماتش السنغال. لا انا لسه سائلك قريب قوي. ايوه ما لسه سائلك قريب قوي. قلت لك ايه؟ قلت لي لازم يجيب له 5 6 جوان في ماتش من الماتشات. طب ما جه 3 4 ماتشات مع منتخب مصر. هو انا دلوقتي يا كابتن معلش، هو انا مطالب ان انا اجي احط 5 6 جوان؟ طبعا امال انا جايبه محترف يعمل لي ايه؟ لا انا يساعدني ان انا اكسب. ما بيساعدش. لا مين قالك ما بيساعدش؟ انا بقول لك ما جابش كورنر. استنى منتخب مصر. يعني رضا عبد العال طبعا عارفين هو قبل كده كان بيقول على مرموش فنكوش، فاكرين رضا عبد العال من سنتين ثلاثه قال كده ماشي. الراجل لعب على نفسه وطور نفسه وبقى راح السيتي، واختياره للسيتي اللي اختار احسن مدرب في العالم هو بيب جوارديولا. سيبك من كل ده ان هو يقول على مرموش فنكوش والكلام ده. بيقول لك ده الدوري الالماني اونطه. لكن الدوري الالماني اللي هو اكبر 5 دوريات في العالم مع الانجليزي والفرنسي والاسباني والايطالي، يقول لك الدوري الالماني اونطه. يعني الناس دي حرام تطلع على التلفزيون، اقسم بالله يا جدعان في ناس صغيره بتتفرج عليهم. احنا المفروض ناخد الصح ونسمعه، ما نسمعش الغلط.